اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا مساء الفل وصباح القشطة، وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وبحبكم قوي، بحبكم من جوه قلبي، من صماصيم قلبي، صمصومة صمصومة. النهارده روتين جديد ويوم جديد. يلا لايكاتكم الجميلة للفيديو عشان الفيديو يترفع واتشهر كده وابقى من المشاهير، كومنتاتكم الجميلة، واعملي مشاركة لاصحابك بالقناة. ويلا خشي كده لو انت اول مرة تشوفيني، لفيلك لفة كده في القناة واعملي لايكات للفيديو، ويلا بينا نشوف النهارده ورانا ايه. زي ما انتم شايفين انا قمت من النوم، عندي غسيل كتير جنب الغساله، شغلت وفي غسيل منشور من امبارح. فاحنا الشتاء موجود، الشتاء دخل علينا، لازم يبقى كل غسيلنا مغسول يا جماعه. تمام، شغلت الغساله اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت فيها كوبايه من المسحوق، وهنطلع الاول نلم غسيل من على البلكونه على ما هي تكون خلصت شغلها. تمام. تعالوا بس كده نفتح الشباك واوريكم الدنيا عامله ازاي. الدنيا طبعا مكركبه واحنا صاحيين على الصبح، الى حد ما الدنيا مظبوطه طالما الارض بتاعتي نظيفه والدنيا نظيفه. اظن تطبيق البطاطين وتسويه السراير ما فيهاش اي مشكله. عندي غسيل على الحبل، هنلمه الاول مع بعض كده. والجو جميل النهارده، والسماء صافيه والشمس ساطعه، ويعني بتشجع على الشغل. نقع هنا انا كوارع في شويه خل، ربع كوبايه خل ومعلقتين من الدقيق وميه، غسلاها ومشيطاها على البوتاجاز وما فيهاش اي حاجه وزي الفل. وهنعمل كمان كرشه، غسلها برده غسله حلوه، حاطه فيها ربع كوبايه خل ومعلقه دقيق، ما حطيتش ليمون خالص. تمام. شايفين الكوارع قشطه 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 قشطه، فله شمعه منوره. شايفين الجمال؟ الناس بقى اللي بتحب تعمل كوارع ومش بتعرف تعملها وتطلع زفره معاها، هتغسلها الاول بحبه خل وحبه دقيق وشويه ميه، وبعد كده هتسخني الحله حلوه قوي وتبداي تطشي. انا مش من الناس اللي احب اغلي ميه واضيف فيها اللحمه او الفراخ او الكوارع. انا احب اطشها طشه، عشان اي حبه ميه بتنزل معاكي في الحله وهي سخنه بتطير، فالميه لما تطير ما يبقاش في زفاره في الشوربه. خدي المعلومه من رشروشه وانت مغمضه. نزلت عليها بشويه بصل، ما تحطيش اي حاجه غير بصل، فلفل اسود، كمون، حبهان مطحون، وورق لوري. ما تحطيش حاجه تانية بقى. بصي امشي ورايا وانت مغمضه، هتشربي احلى شويه شوربه كوارع. لازم الاول تغسليها الغسله الحلوه عشان تديكي الطعم المميز. اغطي عليها واعلي عليها النار، واول ما تبدا تسخن تهدي عليها النار. ولو حسيتي انها ما نزلتش سوائل، حطي لها يا دوبك معلقتين ميه كده تبخر معاكي. تمام، على نار هاديه. بعد ما بتسخن تهدي النار عشان تغير لونها. تمام، واي دم فيها يروح. بعد كده سخنت حله برضو، وقمت طشه فيها الكرشه اللي انا مصفياها وغسلاها برضو بخل ودقيق. وبعد كده نزلت عليها ببصل. ده بصل بجيبه كده بيبقى صغير رخيص في السوق، بجيبه للشرب يا جماعه. يعني البصله الكبيره بسيبها للمحاشي، للحاجات اللي ما اقعدش اخرط فيها بصل كتير. في بصل صغير كده بيبقى رخيص، يبقى هاتيه اعمليه في الشرب، اعملي بيه صلصه البسله، صلصه الفاصوليا، صلصه اللوبيا. ما تبقاش انت تستخدمي بصل كتير، وهاتي الكبيره للمحاشي والحاجات الكتيره والعزومات. تمام. برضو حطيت على الكرشه فلفل اسود وكمون وحبهان وورق لوري. ديت البهارات اللي تخلي معاكي احلى طعم لاي شوربه. طبعا شوربه الكرشه ما تتشربش، شوربه الكوارع هتتشرب. نزلت عليها بميه مغليه، ونزلت برضو على الكرشه بميه مغليه، وهبدا اغطي. اول ما تبدا تغلي هوطي عليها النار. انا بس هزود الكوارع شويه ميه مغليين، ولو قصرت معاكي تاني برضو ميه مغليه. اوعي تزودي اي لحمه ميه بارده. هنجيب بقى كده تقريبا ده نص كيلو طماطم، فرمته كده في الخلاط، وهنجيب فصين من الثوم، حبه زيت بقى، وهنعمل مع بعض صلصه كرشه، وهناخد منهم معلقتين كده ولا حاجه نعمل بيهم طبق فته حلو ليا، لان محدش في البيت بيحب الفته خالص. مين زيكم ولاده وجوزه واي حد في البيت ما بياكلش الفته؟ يعني احيانا بيبقى نفسي فيها ويعني ما رضاش اعملها. فاعمل طبق النهارده صغير على قدي. مسكت كام فص توم، 3 4 فصوص توم صغننين او فصين كبار، انا ما بحبش التوم كتير في الاكل خلي بالكم. وبعد كده يا دوبك طلعت ريحتها التومه، ونزلت عليها بالطماطم اللي انا ضرباها. ما بحبش استخدم يا جماعه الصلصه المعلبه في الاكل، حتى لو الطماطم غاليه الطماطم انضف. ممكن بس اجيب الصلصه لو انا بعمل حمص الشام، عشان لون الصلصه بيدي لون حلو لميه الحمص. بعد كده جبت شويه رز، حمرت معلقتين رز وحطيت مكعب زبده. وبعد كده قمت قعدت بقى اشوح في الرز يمين وشمال. وخلي بالكم الرز المصري ده عشان في المكعب الزبده دي الزبده النيوزيلندي اللي انا عاملاها على وصفات رشروشه. تمام، اللي ما يعرفش ان عندي قناه اسمها وصفات رشروشه، يلا روح اشتركي فيها، وبعمل فيها وصفات سهله وسريعه وبسيطه. مش كلها بنزلها في الروتينات، احيانا بعملها للوصفات بس. تمام. بعد ما ولعت على الاكل، انا ما كنتش لسه فطرت طبعا. انتوا عارفين ان الكوارع بتاخد وقت في التسويه والكرشه بتاخد وقت، فقلت اولع عليهم واولع على الرز واولع على الصلصه واقعد افطر بقى.
تمام. قلت كده ايه، انا صاحيه بدري اما اخلص كل الاكل بدري. طالما الحاجات هتاخد معاكي سلق تولعي عليها الاول، ما تفطريش الاول، عذبي نفسك وولعي عليها الاول. طلعت قرصه، القرص دي خلصت يا جماعه خلاص. عايزه اعمل والله شويه بسكوت. ان شاء الله كده اليومين الجايين هعمل بسكوتات حلوه قوي باذن الله، بس هنزلها على وصفات وابقى انزلها لكم جوه روتينات برده، عشان في ناس ايه ما تعرفش ان عندي وصفات رشروشه. تمام تمام. مسكت بقى كده الاكل ولع عليه وفطرت الحمد لله. همسك بقى المواعين اغسلها. من الحاجات اللي بتخلي الست يبقى عندها طاقه ان انت تغسلي المواعين اول باول. انا من انصار الست الشاطره اللهلوبه اللحلوحه. خليكي كده طول ما انت واقفه شيلي ولمعي وحطي، صدقيني هتتعبي 10 دقايق زياده، هتتعبي ساعه زياده، بس هتقعدي اخر النهار راضيه عن نفسك. احنا مش خدامين، احنا بنعمل كل حاجه في ميزان حسناتنا. في واحده تقول لك لا انا مش الشرع ولا الدين قالوا ان احنا نخدم ولا نطبخ ولا نعمل، احنا يجي لنا خدامين. طب ما انت بصي الحركه نفسها اللي بتتحركيها، يعني قولي يا رب انا بحتسبها عندك في ميزان حسناتي. ما تعمليش حاجه وانت متضايقه. عارفه لو عملتي الحاجه بالحب والله العظيم كل حاجه هتطلع حلوه، حتى لو ابسط حاجه هتعمليها، ابسط حاجه. خليكي كده شاطره وقربي قوي لربنا وصلي فروضك اللي عليكي، وحبي بيتك، حبي حياتك زي ما هي، ما تبصيش لحد، ما تقوليش سلفتي جابت، ما تقوليش صاحبتي جابت، ما تقوليش ده جاب. بصي حبي حاجتك زي ما هي، والله العظيم هترضي وربنا هيرضيك. ادي شايفين الكوارع شكلها بقى عامل ازاي؟ بقت زي العسل، الشوربه بتاعتها عامله زي الذهب. شايفين؟ لا شوربه فيها ريم ولا اي حاجه، شايفين زي العسل. انا بوريكم بس الشوربه صافيه ازاي، جميله. امشوا ورا شروشه يا جماعه، والله ورا شوشه شوشو شوشو. انا في ناس والله من قرايبي بيقولوا انت شرشوره، يعني مش عارفه. مسكت بقى كده الكرشه بختبرها، لقيتها لسه نيه برضو، غطيت عليها تاني واكمل سوا. ما خدوش ساعه، ساعه ونص بالظبط، كنت انا لميت الغسيل ونشرت غسيل وعملت كله كده مع بعضه. والله العظيم يا جماعه في الحركه بركه، في الحركه بركه. ما بقولكيش اصحي الساعه 6 الصبح، ما بقولكيش قومي من بدري، طالما انت منظفه بيتك وبيتك مترتب. انا على فكره عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان انا بقيت بنظف البيت مره واحده في الاسبوع. بلمع العفش كله، بس كل يوم برتب السراير، بكنس المخارج. المخارج دي اللي هي البلكونات قدام باب الشقه، الحتت لو باينه كده جنب باب الشقه وهو الحد داخل زي الحتت اللي باينه عندي، فبكنس الحاجات دي، فبتفضل معايا الشقه نظيفه وزي الفل. كنت زمان بكنس بالمكنسه كل يوم، الصراحه الصحه ما عادش فيها يا جماعه، والله الصحه ما عادش فيها، احنا كبرنا وخلاص بقى العظمه كبرت. عايزه اقول لكم بس حاجه كده وانا بنشر، شايفين انا بكشكش التيشيرت ازاي؟ لا ما تمطيش التيشيرت وتعملي فيها بقى ان انت ايه مسطره على الحبل، لا كشكشي التيشيرت كده عشان ما يوسعش من تحت، ويجي جوزك يلبس التيشيرت ولا ابنك يقول لك ايه ده يا ماما هو التيشيرت وسع من تحت، انت عملتيه جيبه. فخليه كده بقى ايه كشكشي التيشيرت كده. ادي صلصه الفته او صلصه الكرشه اتعملت، زودتها انا شويه ميه تمام، وبعد كده احط لها بقى ايه، احط الكرشه فيها. دي بيتحط لها كمون بس يا جماعه، ورشه فلفل اسود صغيره خالص. عايزه تحطي كزبره ناشفه حطي، بس هي الاساسي فيها كمون، هي اصلا بيقولوا عليها كمونيه. تمام تمام. في ناس بتحط معاها حمص مسلوق، بس انا اصلا يعني باكل الكرشه بس، ما احبش اكل الصلصه بتاعتها. جوزي بياكلها مع الرز، يعني جوزي انا بعمل الرز مخصوص عشان جوزي اصلا بيحب الرز مع الكرشه، بيحب الرز عامه. الشرقاويه انتوا عارفين ان هم بيحبوا الرز اصلا، يعني الرز ده عندهم يعني من الحاجات المقدسه. احنا عندنا بقى في متغمره او اهل المنصوره او اهل الدهليه بيحبوا يغمسوا، بيحب يغمس قوي. زودتها شويه ميه مغليين كمان اهوت، شايفين انا بزودش ميه بارده خالص، تطلع معاكي الحاجه حلوه وما بتشدش معاكي. تمام. هديها غلوه بقى كده تكمل سواها وتاخد من الصلصه، ويلا بينا نشوف هنعمل في الكوارع ايه. زمان كنا بنمسك حته الكوارع وتقعد ايدينا تلزق كده اهو، كنت اقعد امسك ايدي كده صوابعي الاربعه دول ما جنب بعض، واقعد افتح فيهم كده ويبقوا ملزقين في بعض وايه مش هضابين. دلوقتي لا، قلت بقى ايه يا بنتي يا رشروشه علشان تسهلي على نفسك والعيال ما يقعدوش يقرفوا، مسكت الكوارع اطلعها من الشوربه، وتعالوا بس نصفي الشوربه بتاعتنا الحلوه اللي عامله زي ميه الذهب. شايفين الشوربه لونها عامل ازاي؟ والله العظيم هتاكلي احلى كوارع في الدنيا. اهم حاجه تغسليها وتسويها صح، هتاكلي كوارع وجوزك بصي جوزك هيبوسك. يعني في رجاله بتقول لك تسلم ايدك، ورجاله بتاكل وخلاص. يا ترى انت جوزك من انهي الرجاله؟ مسكت بقى الشوربه كده، صفيتها الاول بالمصفى، وما عنديش مصفى ليها ايد خالص، من كتر ما انا بدق في المصافي عشان الضفه الايد بتقوم متشاله. والله العظيم نفسي تعيش لي مصفى سلك، نفسي. مسكت بقى كده صفيت، وطبعا العضلات ولا الحاجات الصغننه اللي في البتاع دي هاخدها احطها في الشوربه مش هرميها. همسك كده صفي كده عشان الشوربه تبقى ما فيهاش اي حاجه. همسك بقى النخاع، شايفين دقي العظمه كده نزلي منها النخاع. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنقطع الكوارع مربعات صغيره.
ليه بقى؟ عشان اللي يجي يشرب الكوارع يطلع معاها حته كوارع. بكده عيالي كانوا يشربوها، والله انا عيالي شربوها على فكره. انما لما بعملها سليمه كده. وبرده لما تيجي تجيبي كارع ما تجيبيش الكارع الكبير وتفرحي، يعني هاتي كارع متوسط كده، ولو جبت واحد كبير اعمليه على مرتين، ما تسلوهوش سلقه واحده وتقولي احطه في الفريزر، طعمها بيغير. اعمليه على مرتين حلوه قوي. تمام. عايزه تسلقيها في حاله الضغط اسلقيها، بس على فكره الحاجه لما بتسلق على نار هاديه بتبقى طعمها حلو قوي. حطيت الكوارع في الشوربه بعد ما قطعتها، طبعا متنضفه حلو، بشيطها على عين البوتاجاز، انا عاملاها معاكم كذا مره على القناه، فالناس اللي متابعاني عارفه ان انا بشيطها على البوتاجاز الاول وبحكها كده وتبقى زي الفل اصلا. تمام. هي بتيجي من عند الجزار اصلا نظيفه. بعد كده حطيت معلقه سمنه بلدي صغنونه وفيهم فصين من الثوم، ما رضيتش اكتر عشان زي ما انتم شايفين الدسم بتاع الشوربه عالي قوي. فانا حطيت معلقه سمنه بلدي تدي بس تشويحه للتومه، وبعد كده بتعملي طشه لمين؟ للحاجه شوربه. وتظبطي ملحك بقى، وبكده معاكي احلى شوربه كوارع في الدنيا. شوربه الكوارع لازم يتعمل لها طشه يا جماعه. الناس اللي ما تعرفش الخطوه دي حلوه قوي، انا في بنوتات حلوه لسه متجوزين، اعملي الاكله دي ورايا وادعي لي. جوزك بصي هيتخانق معاكي لو ما عملتيش اكل. مسكت بقى كده، قلنا بقى نغرف. طبعا العيال كانوا في الدرس، ما كانش فينا الا محمود جوزي والبت مين، ولاد عمر. واد عمر ملك كانت في الدرس ويوسف كان في الدرس. هغرف بقى، صب كده الكوارع طبقين. تمام. حط كده الكرع، شايفين الجمال؟ شايفين الكوارع عامله ازاي؟ اظن ده شغل فنادق، ده شغل فنادق ومطاعم يا جماعه. مش هتاكلي حاجه بنظافه زي بالنظافه دي. انا على فكره الحاجات دي بحب اكلها في البيت بعملها بنضفها كده، بضفها وحلوه يعني. مسكت بقى الكرشه كده حطيتها برده في الطبق، الكرشه زي العسل، منضفاها زي الفل. بتغسليها طبعا، بتغلي ميه وتحطي فيها كيس بيكنج باودر، وبعد كده تحطي الكرشه وتشيليها تحطها على صينيه وبسكينه حاميه وتحكي، بيطلع كل السواد اللي فيها. كان زمان بيتعمل عندنا الكرشه وهي سودة، ويقول لك حلاوتها في سوادها. لا 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 يا جماعه، الكرشه لازم تتنضف. بعد كده هغرف بس الرز كده، رز مفلفل وزي العسل. بصوا الست الشاطره تعرفيها من الرز بتاعها، والله العظيم الست الشاطره تعرفها من الرز بتاعها. والفراخ المسلوقه بتبقى ريحتها مش زفره. تابعوني يا جماعه كده هتبقوا شطار والله. انا بصوا اهم من المنظر، انا من الناس اللي ما اعرفش ازوق الاكل، بس اهم من الاكل ان انا اكل اكله كده اقول الله مسكره وطعمها حلو زي الفل. طبعا حط رشه سكر للصلصه عشان تعادل الحموضه. حطيت معلقتين رز وحمصت رغيف واحد بس وحطيته في طبق، وعملت لي طبق فته زي العسل. وحطيت ليمونه، ده طبق جوزي، حطيت ليمونه عشان يعصرها في الشوربه، وحطيت له هو شطه، وانا مش هشرب شطه. تمام. وحطيت واحد للواد عمر، يعني ما كلوش، يعني كل حبه منه كده. تمام، اللي هو الصغنون ده. انما انا بحب شوربه الكوارع على فكره، اني بعملها متظبطه قوي. انا بحب احط شوربه حبه صغيرين للفته علشان العيش بتاعي ما يبقاش طري ومعجن. بعد ما اكلنا وخلصنا وغسلنا المواعين والعلب اللي هناك ده اهي، فيها بواقي الكرشه وبواقي شوربه الكوارع. مسكت بقى البوتاجاز كده، غسلت الحوامل بتاعته على طول، وقمت غاسله العيون. بغسلها معاكم كتير، بغسلها بالاسبونشه بس والله من غير حته سلكه. لو انت بقى سبت البوتاجاز فتره طويله هتحتاجي سلكه وتحتاجي باور وتحتاجي حاجات كتير. فالنظافه يا جماعه اول باول احسن للست. صدقيني والله العظيم، حبي بيتك، ما تبقيش تجري في كده، تجري تخرجي وتروحي هنا وهنا وسايبه البيت مش نظيف. خلصي بيتك الاول وظبطي حاجتك اللي وراكي عشان ولادك هيتعودوا على كده. انتوا عارفين العيال لما بيلاقوا البيت وسخ بيعملوا ايه؟ بيزودوا وسخته. عارفين لما بيلاقوا البيت نظيف بيعملوا ايه؟ بيخافوا من الغول اللي هي الغوريلا. عارفين انتوا الام الغوريلا لما بتجري ورا العيال، يا هي بقى بيخافوا من الحته دي. فالعيل زي ما بتعوديه من هو صغير، العيل بيتعود يا جماعه النظافه من هو بيبي، من هو عنده 40 يوم. تخيلوا عنده 40 يوم، ايوه هو عنده 40 يوم والله، او هو عنده 40 يوم. يعني زمان اول ما كان عمر يوسف عنده 40 يوم كنا بنحطه كده. عارفين انتوا النحنحه لما كان العيال بيتحط على الرجل كده، يعني بتبداي تجربي. وبعد كده جبت البوتي وقعدته عليه وتطبي على ظهره كده بالراحه. دي اول اسس من اسس النظافه، ان العيل يتعود يعمل بيبي في البوتي، ما يعملهاش على نفسه. والله العظيم ابن يوسف والله ما كان يعملها في البتاع ابدا، يستنى يعملها في البوتي. يوسف بالذات. عمر اللي تعبني شويه عشان دخل حضانه، وملك برضو قلعت البامبرز على 9 شهور، ويوسف قلعه على سنه، وعمر قلعه على سنه و8 شهور، لانه دخل حضانه فكان كنا بنحميه بالوايبس تحت البطانيه، فطول معانا شويه في البامبرز، يعني اكتر واحد طول في البامبرز. فالحمد لله يعني. فالنظافه يا جماعه ما بتعلمي ولادك النظافه والله بترتاحوا. طبعا شايفين انا بنظف كل حاجه اول باول اهو، يعني ما تخليش حاجتك كلها ملوثه ولا اي حاجه. تعالي على اخر النهار كده لمعي التلاجة، لمعي البوتاجاز، لمعي الميكرويف، لمعي الفرن، لمعي اي حاجه عندك في المطبخ، وسمي الله كده وانت شغاله، ادريك الشرعيه كده
كده وايدي قران في البيت، يعني مش عايز ايديه كل يوم، حاولي تايديه يعني كل يومين كل 3. القران حلو قوي في البيت يا جماعه، بس اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا، لازم نسمع القران. تمام. ولو تقدري تفتحي المصحف افتحيه، طالما بتعرفي تقري وتكتبي ربنا اداكي نعمه كبيره اهو، تقدري تفتحي المصحف وتقعدي تقري فيه. لمعت الرخامات وبعد كده لمعت التلاجة، وطبعا العيون البوتاجاز مغسوله على الرخامه اهي. التلاجة بلمعها بفوطه مبلوله، وبجيب تيشيرت فانيلا قطن من بتوع عمر القدام اللي هو بيبقوا خلاص بقى جار عليهم الزمن، وببدا المع بيهم البوتاجاز والمع بيهم التلاجة، فالحاجه على طول. وطبعا بلمع الشفاط، حاجتي على طول كده ايدي فيها، مش عشان التصوير، انا من قبل التصوير والحمد لله. النظافه دي طبع في البني ادم. عارفين انا احيانا كنت بقول ايه؟ كنت بقول عايزه اروح لدكتور نفساني عشان اتخلص من طبع النظافه. والله العظيم احيانا باجي على صحتي، مش عشان حد والله، عشان انا بحب كده. فمين زيي في الكومنتات؟ قولوا لي مين زيي، اكتبوا لي في الكومنتات. رجعت بقى كل حاجه مكانها كده اهو، شايفين النظافه جميله ازاي والترتيب حلو. احنا كده دلوقتي كنا اخر النهار، بخلص وبعدين اخش اسجل لكم فيديو كده واقعد. بس انا النهارده بسجل الفيديو الفجر، وهنزل لكم بكره الخميس ان شاء الله، عشان ان شاء الله رايحين، مش عارفه النهارده تاني خميس ولا ايه، على موت خال جوزي، فهنروح بكره ان شاء الله البلد. فقلت اسجل لكم الفيديو قبل ما انام، عشان خاطر انتوا بتزعلوا لما بنزلش فيديو. والله العظيم انتوا اللي بتوحشوني اقسم بالله. ولو فتحتوا قلبي كده هتلاقوكم قاعدين ومربعين وبتاكلوا بليله. يلا نعمل البليله. جبت ربع كيلو غله او قمح بتاع بليله، ده مقشور. انا عامه والله بحب القمح اللي مش مقشور. الناس بقى اللي في الارياف عارفين الغله او القمح. تمام. بنقيها الاول كده، ده نص كيلو، خدت ربعه حطيته في كيس، وقلت اعمل ربع واحد بس العيال ايه يحلوا بيه بالليل كده بعد ما خلصنا. لان طبعا يعني هما في الكرشه والكوارع ما اقولكوش مش قد كده، يعني ما هماش قد كده. يوسف اللي بيحب الكرشه قوي، عندي ملك ما كلتش منها خالص، وعمر برضو ما عرفش ياكل، فقلت اعمل لهم طبق بليله كده حلو سخن يدفيهم بالليل. تمام. نعمل بقى اكلات كده وحاجات مشروبات سخنه للعيال علشان خاطر تدفيهم، يعني العيال احباب الله. مسكت بقى كده الغله او القمح بنقيها، وبعد كده على تحت الحنفيه، وبتغسليها لغايه ما تبقى معاكي الميه بيضه وزي الفل. شايفين اهو؟ بشيل بس اي حفشايه كده، لان فيها طبعا انتوا عارفين ان القمح دوت بيبقى في عود كده، والعود ده ناشف وفي قش وكده. شايفين اهو؟ شايفين نضيفه وزي الفل ازاي؟ دي قمح مقشور بتجيبيه من عند العطار، قول انا عايزه قمح بليله او قمح مقشور او غله. يعني بص احنا بنقول عليها الغله اصلا من سنين طويله، كنا بناكلها كده. عمري ما جبت المقشوره دي لما اتجوزت، والله كنا بناكلها كده وبقشرها بتبقى حلوه قوي، واحب اندغ فيها كتير لغايه ما ازهق. شايفين غسلتها غسله حلوه اهيت، وبعد كده هصفيها حلوه قوي قوي، ونحطها فين؟ على عين البوتاجاز. اي حاجه بتتحط على عين البوتاجاز عشان تستوي اهو. لو وصلت لغايه هنا اكتبي رشروشه بليله، رشروشه بليله يا جماعه. وكوني نسيت تحطي اللايك، الناس اللي بتنسى تحط اللايك انا زعلانه منكم قوي. حطوا لايك يا جماعه يلا، عشان الفيديو يترفع، مجهودي وتعبي ما يضيعش في الارض، عشان هنعمل شغل حلو قوي في الشتاء. احلى شغل بحبه في حياتي ان اعمل شغل في الشتاء. اديت الغله غلوه، القمح غلوه. وبعد كده قعدته ساعه كده ولا حاجه، او نص ساعه يا دوبك نفش شويه في الميه. القمح المقشور بيستوي بسرعه، خلي بالكم. سويته ودوقيه كده، هتلاقيه بدأ يفشر او يفتح نفسه، القمحيه تفتح كده. هتقومي نازله عليها باللبن. تمام. وما ترميش ميه البليله، الميه بتاعت القمح جميله قوي ومغذيه. انا حطيت لبن بس، وكان عندي شويه لبن كاملين الدسم كده وبقشطتهم، حطيتهم بس. حط شويه فانيليا. تمام. مش هحط بقى لا لبن بودره ولا كريم شانتيه ولا الكلام ده خالص، ولا حتى احط معلقه نشا صغيره، لان احيانا بحب قوام البليله ليه قوام كده. لا، هي لبن وقمح وسكر. تمام. وبعد كده هقلب كده زي الفل اهي، واحط بس معلقتين جوز الهند. انا حطيت معلقتين جوز الهند بس تديني ريحه حلوه، لان جوز الهند من الحاجات الحلوه قوي اللي بتخلي طعم الرز بلبن والبليله جميل قوي. على فكره دي من احلى الاكلات وما تخنش والله، لو قللت السكر فيها وشربت اكلت شويه القمح مع شويه اللبن بس، يبقى زي العسل، عشوه زي العسل. يلا بقى نغرف للعيال كده، بس نحط لها رشه قرفه عشان نحرق دهون. عشان نحرق الكوارع اللي احنا اكلناها. ايه رايكم بقى في اليوم بتاعنا النهارده؟ اظن مفيش اسهل من روتيناتي. انا روتيناتي بسيطه جدا، لا فيها بقى كركبه ولا انا بصوا حياتي سهله، احب ارتب حاجتي كلها وبيتي يبقى نضيف على طول. فهتلاقي روتينك كله بسيط وخفيف كده على الصبح كده تعمليه، مع انه برضو تحسي ان اليوم بتاعك مليان ومسحوم. انما بقى لو قايمه الحمام وسخ والارض مش نظيفه وحاجتك مكركبه والدنيا عندك تضرب تقلب، صدقيني مش هتعملي حاجه خالص، لانك اصلا هتقومي ظهرك وجعك ورجلك وجعاكي من الطاقه السلبيه اللي حواليكي دي.
فنظموا حياتكم يا جماعه، ابداوا باوضه اوضه، نظفوا حاجه حاجه، لو عندك ستاره وسخ اغسليها، اي حاجه اعمليها عشان بيتك يبقى منظم على طول. تمام. النهارده كان يوم حلو قوي قوي قضيته معاكم اهوت. انا عايزه اقول لكم ان انا بحبكم قوي. بتحبوني قد ايه؟ انا والله العظيم بتوحشوني وبحبكم، وعندي الروتينات احيانا بس بخبط وما بقدرش اسجل ولا منتج فيديو، فما بنزلش الفيديو، مش بسبب ان ما عنديش شغل، بسبب ان انا مش قادره انزل الشغل. المجهود صعب قوي، تقيل قوي قوي قوي. تصوير الروتين وتصوير الطبخ ده اصعب حاجه على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا، بس انا بحبه بهواه، يعني طول عمري بحب المطبخ. يا رب النهارده الروتين يكون عجبكم، اوعوا تنسوا تحطوا اللايك الجميل. سلام.